بشكل نهائي هل سيكون غدا في تشكيلة البداية أو لا كذلك؟ نعم، لقد أجرينا حديثا أنا ورونالدو، وسيكون من لكان سيء للغاية لو لم نجري هذا الحديث. لقد قلت هذا سابقا منذ أن استلمت إدارة المنتخب الوطني. كان علينا أن نجري حديثا وأن نوطد كذلك العلاقات مع اللاعبين. لطالما فعلت ذلك خلال مسيرتي المهنية، هذه مقاربتي، أتحدث مع اللاعبين، أن أوطد علاقاتي مع اللاعبين، والحديث كان يجب أن يجري مع رونالدو. هذا جزء من أسسنا ومن أنظمتنا وقواعدنا. أنا لن أقول أنني أقوم بهذا مع كل اللاعبين، هذا ليس صحيحا طبعا، لكنه قائد، هو قائد المنتخب الوطني. ما يمثله على صعيد البرتغال، على صعيد كرة القدم البرتغالية، ما يمثله للشعب البرتغالي وللمنتخب الوطني كذلك، بشكل طبيعي أو من الطبيعي والبديهي كان علي أن أتحدث معه. ومن ثم سأشرح فيما بعد تفاصيل هذا الحديث. عندما أجرينا هذا الحديث كان يوم المباراة بعد الغداء. لم أجري أي حديث معه قبل هذا الوقت، لا يوم الاثنين لا يوم الأحد، لم أتحدث معه قبل هذا. الحديث الوحيد الذي أجريته معه كان ذلك اليوم، يوم المباراة، وشرحت له لما لن يشارك في تشكيلة البداية. بعد الغداء اجتمعنا، شرحت له لما لن يشارك في تشكيلة 11، وشرحت له لكي لا يتفاجأ. ودعوته إلى مكتبي وقلت له: اسمع، لن تكون من اللاعبين في تشكيلة البداية، ستكون مهما لنا، لكن كاستراتيجية سيكون من الجيد ألا تكون في الملعب. كنا نتوقع أن تكون المباراة أصعب، وكنت أريد أن أبقيه للشوط الثاني. لقد قمت بهذا بشكل طبيعي كما أفعل مع اللاعبين الآخرين. كريستيانو طبعا لأسباب جلية لم يكن سعيدا بهذا القرار، لأنه لطالما كان في البداية تشكيلة بداية إلا في مباراتين عندما كان على مقاعد الاحتياط. ولكن طبعا من الواضح أنه لم يكن سعيدا بهذا القرار، وقال لي: هل تعتقد حقا أن هذه فكرة سديدة؟ ولكننا أجرينا حديثا طبيعيا حيث شرحت له وجهة نظري، وطبعا قبل قراري، وأجرينا حديثا صريحا طبيعيا. الآن فيما يتعلق بالجزء الأخير من السؤال، هو لم يخبرني قط أنه يريد أن يغادر المنتخب الوطني. وكما قال جاو، وأريد أن أكرر هذا الموضوع، أعتقد آن الأوان لنوقف هذا الحديث ونوقف إذن هذه الجدلية، لأن مثال حول ما قلته هو ما قام به يوم المباراة مثلا. لقد كان هو من بدأ إذن يقوم بتمارين التحمية مع اللاعبين، على الرغم من أنه كان يعرف أنه لن يبدأ في تشكيلة 11. بدأ يقوم بتمارين التحمية مع زملائه. لقد احتفل بكل الأهداف التي تم تسجيلها، يمكن أن ترونه وهو يقوم بالتصفيق كذلك. وفي النهاية هو كان من دعا زملائه أو لمصافحة المشجعين وشكرهم. أعتقد آن الأوان لكي نترك رونالدو ونقر بكل ما قام به لكرة القدم البرتغالية.